صباح الخير البنات، عيد مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه وبالسلامه وبطول العمر. جيتكم بهذا الفيديو هذه قصيره غير باش تشوفوا معايا كيفاش دوزت يعني الصباح ديال العيد، كيفاش وجدت ليه. هذه هي الطبله ديالي ديال العيد المتواضعه، وغادي نمشيو نشوفوا كيفاش صاوبت يعني كل حاجه هكذا في بلاصتها. بقاو معايا. اول حاجه البنات بديت كنقاد الحلوه في البلاطو. هاد الحلوه هذه كنت كومونديتها من عند واحد السيده، هي اللي صاوبتها لي. الصراحه ما عندي ما نقول، يعني كدير لي صابلي بريستيج، كدير جميع انواع الحلويات، ويعني كتعجبني الخدمه ديالها. كيف ما كتشوفوا بديت هنايا كنستفها كامله. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البلاطو من بعد ما استفدت فيه الحلويات اللي جبتهم كاملين. تاني حاجه خديت رغيفات اللي صوبتهم معسلين، حتى هما قديتهم هكذا في الطبسيل. هاد الرغيفات هادو صوبتهم يومين تقريبا قبل العيد. الا عجبوكم يمكن لي ندير لكم الوصفه ديالهم، هما ساهلين وكيجيو زوينين بزاف ومورقين من الداخل. وهكذا كيف ما كتشوفوا كندهنهم بالعسل، ماشي كنغطسهم، يعني ماشي كنعملهم في العسل، ولكن غير كندهنهم من الفوق باش ما كيتهرسوا لياش، لان كيجيو منفوخين ومورقين كيف ما كيبان لكم في الصوره. وهنايا دزت كنقطع الكيكه. هاد الكيكه هذه يعني كيكه عاديه اللي كتسمى كيكه ديال الرخامه، كيكون فيها جزء يعني بني وجزء ابيض، حيت الجزء البني كنكون عملت فيه الشوكولاته كيف ما كتشوفوا. ويعني كيكه عاديه وكتعجبني، داكشي علاش كنديرها بزاف، يعني من غير العيد كنديرها. حتى هي حطيتها في الطبسيل بحال هكذا كيف ما كتشوفوا. وحيت البنات حتى دعاء كتعجبها بزاف، يعني ضروري درتها حتى على حسابها، وكتجي حتى هي خفيفه بزاف والمقادير ديالها سهله جدا. هنايا صوبت مسمنات، حتى هما درت ليهم عسل والزبده والبغرير اللي دهنته بالزيت البلديه. هادو صوبتهم ليله العيد، يعني في اخر ليله ديال رمضان، وحتى هما غير سخنتهم في الصباح ودهنتهم وحطيتهم بحال هكذا. اخر حاجه اللي صاوبتهم البريوش بحبيبات الشوكولاته، يعني كيف ما كتشوفوا تا هما كيجيو خفاف وزوينين، ماشي تقليديين ولكن واخا هكذا كيجيو زوينين. درت فيهم حتى نافع وحبه حلاوه وحبيبات شوكولاته كيف ما كيبان لكم. وكان هذا هو فطور ديال نهار العيد، فطورنا المتواضع كيف ما كتشوفوا معايا. يعني الطبله بحال هكذا كنخليها الا جا شي حد ولا شي حاجه، يعني كتبقى مصاوبه، غير اتاي اللي كنعاود نصاوب واحد اخر جديد. وكانت هذه هي لا فيديو. بالنسبه للاخوات الجديدات اللي اول مره يشوفوا القناه، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر
وكذلك تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبالنسبه للاخوات الوفيات ما تنساونيش بالتعليقات ديالكم وبلي لايك ديالكم، وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد.